بتروحي للدكتور اول زياره ليكي بعد ما تعرفي ان انت حامل، بيقوم كاتب لك لسته طويله عريضه قد كده بالتحاليل اللي انت تعمليها. طب يا ترى التحاليل دي مهمه ولا دي مصاريف بندفعها على الفاضي وخلاص؟ لازم تعرفي ان تحاليلك دي كشف حساب لجسمك، حمايه جنينك من الفتره اللي جايه. عايزين نعرف كشف حسابك ده يكفي جنينك لحد ما تولدي، ولا يبقى فيه مشكلة صامتة ممكن تعرضك وتعرض حياة جنينك للخطر. انا اعرفك دلوقتي ايه اهم التحاليل اللي انت تعمليها في الفترة الاولانية، وخليكي تقدري تقريها بنفسك. لما تطلع النتيجة تعرفي تقريها بنفسك وتشوفي اذا كان فيها اي خطورة ولا لا. اول تحليل واهم تحليل هو هرمون التي اس اتش، اللي هو هرمون الغده الدرقيه. لان ابنك ما عندوش في الثلاث شهور الاولانيين غده، فبيعتمد عليكي كليا في الغده بتاعتك. ولو في اي مشكله فيها ده بيأثر على نمو دماغه وجهازه العصبي. لو عملت تحليل ولقيتيه 2.5 مايكرو وحده لكل ملي او اكتر من كده، معنى كده ان انت عندك خمول صامت في الغده الدرقيه، وده بيأثر على ذكاء الطفل وممكن يعملك اجهاض مبكر. فلازم ان انت تبداي تاخدي علاج. تاني تحليل مهم هو تحليل عينة الدم والار اتش فاكتور، اللي هو عامل ريزس. عشان لو فصيلتك سالب وفصيلة زوجك موجب، الجسم بيشوف في الجنين ده كأنه جسم غريب عنه، بيبدأ ان هو يهاجمه. فالتحليل ده مهم جدا عشان تحضري نفسك من قبل الولادة، لان لو لا قدر الله حصل نزيف ولو بسيط في الفترة الاخرانية قبل الولادة، ده ممكن يهاجم طفلك على طول ويعمل اجسام مضادة ليه. فاحنا بنحضر الحقنه دي لو ما خدتهاش قبل الولاده بتاخديها اول ما بتولدي على طول، عشان ما يعملش اجسام مضاده ويكسر كرات الدم الحمراء اللي جوه جسم جنينك. وتعرفي كمان لو كانت فصيله دمك او حتى لو كانت موجب، تبقي متحضره للي ممكن يحصل بعد كده بعد الولاده على طول، زي ما احنا قلنا الصفراء الشرسه اللي بتحصل للطفل من اول يوم، ممكن تتحط في الحضانه وتقدري تتجنبي ده، زي ما شرحتلك قبل كده في الفيديو بتاع عدم توافق فصائل الدم بينك وبين جنينك. تالت تحليل مهم جدا اللي هي صورة الدم الكاملة CBC ومخزون الحديد، عشان نعرف من بدري اذا كان عندك انيميا ولا لا، ونعرف اذا كان انت داخله جسمك كويس من الانيميا ولا مخزون الحديد قليل عندك وداخله الحمل وانت مفلسه. هتشوفي في التحليل النسبة الطبيعية للهيموجلوبين بتبقى من 10 ل 12، لو أقل من 10 كده لازم تكثفي اللي انت تاخدي الحديد، ولو أقل من 8 كده يبقى نقص شديد في الحديد، كده أنيميا حادة، ولازم اللي انت تاخدي لها علاج مكثف. لان لو نسبة الحديد قليلة جوه جسمك كده مش بيوصل للجنين نسبة كفاية من الاكسجين، فبيبقى نموه قليل، بيطلع بيتولد ناقص النمو، وانت ممكن يحصل لك مضاعفات كتيرة جدا. ده بيخلي ممكن يجيلك نزيف لا قدر الله اثناء الولادة او بعد الولادة. يعني زي ما شرحتلك في الفيديو بتاع الفيتامينات اللي فات. ولو مخزون الحديد عندك عملت التحليل ولقيت مخزون الحديد اقل من 15 او 20،